أكثر من 100 عام. سوق الاسترابادي شاخص بأزقة مدينة الكاظمية، سوق ليس كغيره، فهنا يصنع الزي العربي التقليدي وتلف الخيوط بأياد تحترف مهنة لا توجد في كل مكان. تنغسل ويتصفى ويبدي يغسل بيده. منذ التسعينيات يعمل أبو حيدر بشغف قل نظيره ليقدم عباءة تباع بأسعار قد تصل إلى ال2 دينار وأكثر. أساس الزي الخليج من عندنا، لأن هاي هسه العباية الصيفية العماضة هاي ما يشتغلها بس العراق، يشتغلها النجف والعماضة كحياكة وغزل وحياكة. في هذا المكان تجد في كل زاوية فردا لا يكل ولا يمل، فهناك من غطى الشيب رأسه وهو يناظر إبرة لإنجاز لوحة في عينيه وليس عباءة. بقيت لازم هاي الشغلة لأن حبيتها، فهاي المهنة من تحب الشغلة المهنة تبقى مشتاق لها هواي تشتغل بها يعني. والعمر طلعنا من الجيش يعني أيام القبيل وماكو شغل. قاصدو السوق ليس عراقيين فحسب بل عرب وأجانب، فكل ما يباع هنا له صلة بالزي التقليدي. العقال أو كما يقال له العقال حاضر متربع بأصالته. هذا زي هذا قديم من آبائنا وأجدادنا، الزي العربي حلو. سوق الاسترابادي ليس مكانا للبيع والشراء وممارسة مهنة فحسب، بل يوصف بالعلامة العراقية التراثية. السوق العتيق الذي يقف عند خاصرة الكاظمية شاهدا على عراقة بغداد حين كانت تعرف بالذوق قبل الموضة، ولهذا فإن إهماله وإن كان غفلة غير مقصودة يعد تقصيرا في المحافظة على هوية مدينة تختلط فيها الإرث والثقافة والروحانية. إحياؤه واجب، وتركه بلا ترميم وإدامة سيضع الزائر الأجنبي قبل العراقية ألف علامة تعجب عليه. شروق الغانم، بغداد، العراقية الإخبارية.